الأكلة النهاردة عندي هنعمل فروج الطازج على طريقتي. هنجيب فراخ حشو، فراخ صغيرة بتبقى أقل من كيلو، هنجيبها من سلسلة الظهر وهنفتحها بقى وهندقها كويس قوي. هنكون غسلينها طبعا بملح ودقيق وخل. هنفردها كويس قوي، وهنجيب التتبيلة بتاعتها. هنجيب راس توم كبيرة، وهنجيب توابل المشويات بتاعت ماجي، وهنجيب معلقة زعتر ومعلقة فلفل وملح وجنزبيل بودر ومعلقة سماق ورشة ريحان عليها وشوية زيت وفنجان خل. هندعك التتبيلة دي كلها في بعضها، وهنتبل الفراخ من جوه ومن بره من تحت الجلد. تتبيلة حلوة قوي وطعمها حلو، وبتدي طعم حلو جدا في أي مشويات. هنحطها في كيس ونريحها في التلاجة لمدة ساعة، ساعة ونص. كل ما تحط في التتبيلة كل ما هتبقى طعمها حلو، هتشرب منها. هنجيبها نحطها على شبكة الشوي. وهنجيب تحتيها صينية فيها مية عشان بخار المية يطلع عليها، بيطري لحمها وهي صغيرة. مش عايزة نار عالية عليها. حلوة قوي وبتتقدم مع رز أبيض، وغدوة جميلة وتومية وسهلة.